السلام عليكم، مرحبا بكم بعد غياب طويل. ان شاء الله هذه العودة بقوة. اليوم جبت لكم وصفة البونيط، وصفة سهلة وبزاف بنينة. بلا ما نطول عليكم نمروا لطريقة التحضير لهذه الوصفة. جبت البونيط، غسلته وقطعته، نقيته بيان ودرته للطرف. وبالنسبة للاصوص درت شوية معدنوس، ثوم مرحي، شوية راس الحانوت مع الكمون، الملح، وشوية هريسة طرشية. أنا الهريسة اللي درتها صنع منزلي، كنت بارطاجيت الوصفة معكم من قبل. بالنسبة للزيبيس لازم تديروا الكمون كتر شوية على خاطر السردين يحتاج الكمون. وزدت لهم الزيت، انتوما ديروا على حسب الكمية. درتهم يتقلاو وزدت عليهم طماطيش، خليتهم يتقلاو على نار هادية. بعد ما تقلاو مليح زدت رحيت حبة طماطيش ودرتها، وزدت الماء اللي كنت سخنته من قبل خليته يطيب. هذاك البونيط اللي كنت قسمته من قبل زدت له شويه تاع الملح، غطسته في الفارينه ودرته يتقلى في الزيت. بعد ما تقلى لي كامل هذاك البونيط جبت لاصوص اللي كنت طيبتها من قبل ونديرو الداخل، يعني نديرو نغطسو الداخل ونحيه، ما نخليش مده طويله. نديرو بهذه الطريقه. وانايا زدت شويه لي فريت، وانتوما الا بغيتو تقدروا ديروا لا سالاد مع لي فريت، كل واحد واش يحب. وهاتيك لاصوص اللي تبقى، يعني اللي بقات لي درتها للطرف كي تجو تاكلوه. اللي يحب يزيد لاصوص يزيد لاصوص، يعني يبقى اختياري. يجي بنين بزاف، عنده واحد البنه عالميه. ننصحكم تجربوا الوصفه ما تندموش. كما قلت لكم من قبل تقدروا ديروه مع لا سالاد ولا مع لي فريت. انا هاوليك البونيط بعد ما درته في طبق التقديم جاء هايل، ننصحكم تجربوا الوصفه. وصلت لختام الفيديو، نقول لكم شكرا على المتابعه، ما تبخلونيش بجيم وكومنتير باه تشجعوني، واشتركوا في القناه وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. وما تنسوش تابونيو وتشاركوا في القناه تاعي تاع الانستغرام والفيسبوك كنزة كوكين. نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. شكرا على المتابعه.